المواقف. تتراقص الأزمن، تنبض وتبوح الحجارة ببعض أسرارها لتنور وتشق طريقنا لمعرفة المزيد من التاريخ والمواقف التي نجهل الكثير منها، ليتنفس النور في الإجواء بالمعرفة، ليبعث بحكيه جديدة من حكايات الأديب خالد محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، اليوم سنتكلم في حكاية جديدة من حكايات الأديب خالد محرم، وهي عن حكاية حارة برجوان. هذه الحارة التي تعدى عمرها أكثر من 1000 عام. حارة برجوان هي إحدى الحارات المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهذه الحارة يتعدى عمرها كما قلت أكثر من 1000 عام بكثير، وقد سكنها قديما أمير الجيوش بدر الدين الجمالي. وتنتهي من الناحية الغربية بحارة الشعراني التي نشأ بها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وحارة برجوان هي حارة قديمة تنسب لأبي الفتوح برجوان، خادم الخليفة الفاطمي العزيز بالله، والذي أصبح فيما بعد مديرا لمملكة الخليفة الفاطمي، غريب الأطوار الحاكم بأمر الله، والذي كانت نهاية برجوان على يديه، حيث أصدر أمرا بقتله بعدما عظم نفوذه، وكان ذلك في سنة 1000. أما أبواب الحارة والتي تبدو في الصورة فقد جددها الأمير سليمان أغا السرحدار في عام 1829. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حلقات الأديب خالد محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول